هنتكلم عن البروتين وهو من اهم 8 مكملات، وفي الفيديو ده هحاول افهمكم فوائد البروتين وانواع البروتين الباودر، واخد الواي بروتين امتى، وكمان تاخد كام سكوب، وهل ينفع اخده يوم الراحه ولا لا، واهم جزء فيهم لو انا بطلت البروتين هل هخس ولا لا. اعمل السبسكرايب الجميل بتاعك وتابع معايا، يلا نبدا. اول حاجه انواع البروتين كتير، منهم الكازين والنباتي ومصل اللبن اللي هو متعارف الواي بروتين، وده اشهر نوع بروتين. نبدا نشرح الفرق ما بين واحد وهقول لكم على اجمد بروتين فيهم هو ايه. خلينا نبدا بالكازين. شبه الواي بروتين عشان هو مصنع من اللبن برضو، وكمان الكازين مصدر للبروتين الكامل عشان بيحتوي على كل الاحماض الامينيه الاساسيه، وكمان الادله العلميه اثبتت ان بروتين الكازين بيساعد على تعزيز نمو العضلات والتعافي على المدى الطويل. ركز معايا عشان النقطه دي مهمه قوي. الكازين ميزته ان هو بيتهضم ببطء، فبالتالي بيحسسك بالشبع لمده اطول. طيب ندخل على 2 البروتين النباتي، وهو فيه اكتر من نوع. نبدا باول نوع، فول الصويا. فول الصويا اكتر مصدر بروتين اتعمل عليه ابحاث علميه كتير، وظهرت الابحاث ان فول الصويا بروتين كامل. بس ركز بقى معايا في الحته دي. فول الصويا جودته قليلة بالنسبة لزيادة العضلات، يعني هو جودته مش أحسن حاجة، عشان فول الصويا بيحتوي على كمية أقل من الأحماض الأمينية، وكمان بيحتوي فول الصويا على أنواع من الاستروجينات النباتية. بس ركز معايا، هو بيساعد على تقليل الكوليسترول في الدم، النسبة بتاعة الكوليسترول بيساعد إن هي تقل، بالإضافة إن هو بيساعد على تحسين حالة هشاشة العظام عشان هو بيساعد على نمو العظام. بروتين الرز البني هو بروتين سهل الهضم، كمان مش بيسبب حساسيه لمعظم الاشخاص، بالاضافه ان هو مصدر بروتين اقتصادي. توضيح بسيط، البروتين النباتي مش احسن حاجه لبناء العضلات. بروتين مصل اللبن، ركز معايا، انت رحت فين؟ فوق، فين القهوه بتاعتك؟ الواي بروتين من اشهر انواع البروتين، وكمان تقدر ان انت تستخدمه كل يوم وهو موجود في اللبن، كمان بيتم هضمه وامتصاصه بسرعه وبسهوله، كمان تقدر ان انت تستخدمه كل يوم مفيش اي مشكله، ده عشان ان هو بيحتوي على جميع الاحماض الامينيه الاساسيه، كمان بيساعد على تحسين الطاقه وتقليل من التوتر، ولان هو سهل وسريع الامتصاص عشان كده بناخده بعد التمرين، وكمان بيساعد الواي بروتين على تحسين انتاج البروتين للعضلات، ده بيعمل على تحسين نمو الكتله العضليه عندك. في دراسة اتنشرت في مجلة International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism عام 2001، وكان فيها 36 راجل لقوا ان استهلاك مكملات الواي زادت عندهم كتلة الأنسجة بنسبة أكبر. وفي دراسة تانية عام 2006 برضو اتعملت في International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism، لقوا ان مجموعة الرجالة اللي أخدوا الواي بروتين حسنت عندهم القوة العضلية وكتلة الجسم، وانخفضت كتلة الدهون عندهم بشكل أكبر، مقارنة بمجموعة الرجالة اللي أخدوا بروتين الكازين خلال برنامج تدريبي كانت مدته 10 أسابيع. أنت عندك أوقات كتير ممكن تاخد فيها البروتين، ممكن بعد الفطار، بعد التمرين، قبل النوم، على مدار اليوم، وكل ده بيرجع على حسب تقسيم الوجبات الغذائية بتاعتك وتقسيم البروتين على الوجبات. أنا آخد كام سكوب وإيه أفضل حاجة أنا ممكن أعملها؟ المفروض إن أنت بتكون منظم أكلك وبتاخد احتياجاتك كلها من الأكل. البروتين بيكون كمكمل غذائي مش اساسي، الحاله دي بيكون جسمك محتاج من 1 ل 2 سكوب ماكس. بس لو انت مش مظبط اكلك بتشوف بقى انت محتاج نسبه بروتين قد ايه وبتحاول ان انت تدخلها من المكمل. الجرعات بتاعتك انا مش هقدر احددها لك عشان مش عارف انت النقص عندك قد ايه، بس ممكن بيبقى من 2 ل 3 4. يبقى اخده يوم الراحه ولا لا؟ هقول لك. بص، انت دلوقتي يوم الراحه اسمه الريكفري داي، اكيد هتحتاج ان انت تاخد المكمل بحيث ان هو اسمه يوم الراحه، يعني اليوم اللي بيحصل لك فيه الاستشفاء، فانت محتاج اكبر كميه من الاكل اللي يعمل لك استشفاء. البروتين بيساعد على استشفاء العضلات، فطبيعي ان انت هتخلي الجرعه زي ما هي، بتاخد 1 يبقى 1، بتاخد 2 يبقى 2، وهكذا. طيب يا كوتش، انا دلوقتي لو بطلت البروتين هخس؟ وانت بطلت بروتين بس مقفل احتياج جسمك من البروتين الطبيعي عادي، انت مش هتخس. انت البروتين بتاعك خلص، او مبطل البروتين مش عايز تاخده تاني، ومش موزع نسبه البروتين اللي جسمك محتاجها خلال اليوم، طبيعي ان انت هتخس. المكملات الغذائيه كلها ملهاش علاقه بخساره الكتله العضليه، يعني لو اخدت اي حاجه هي بتزودك، انت لما تيجي توقفها
مش هتخس. لا، ادام انت بتاخد المصدر بتاعها الطبيعي بشكل سليم مش هتخس. مكملات ملهاش علاقه بالخسسان، الاكل بتاعك المسؤول على ده. كده نكون شرحنا بالتفصيل تاني مكمل من اهم 8 مكملات غذائيه. شوف اهم 8 مكملات غذائيه هتفيدك، ولسه هكمل شرحهم بالتفصيل. لو في عندك اي سؤال ممكن تسيبه في الكومنت. سبسكرايب لو انت استفدت من الفيديو ده، وتابع معايا هنزل كل حاجه بالتفصيل عن اهم 8 مكملات.